هلو حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. اوردر شي ان جديد متحمسه جدا ان انا افتحه معاكم النهارده. بصوا مش هكدب عليكم، انا فتحت بس الباكج عشان خدت حاجه واحده بس منه هقول لكم عليها في الفيديو، لكن كله زي ما هو، ولا فتحته ولا شفته ولا جربت ولا اي حاجه، فده هنفتحه مع بعض النهارده. يلا لايك للفيديو واشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الفلوجز، ويلا بينا على طول نبتدي. ده يا حلوين الاوردر اللي جبته. بس قبل ما نفتح الحاجه مع بعض خليني اقول لكم على فكره كده، يا رب بس انا التزم بيها، وهي هتبقى عباره عن سلسله فيديوهات. ممكن نسميها فيديو اوتفيت، فكروا انتوا معايا في اسم، يعني انا مش عارفه، بس الفيديو هيبقى عباره عن ان احنا نجيب اوتفيت كامل من عند شي ان. يعني مش لازم نجيب حاجات متفرقه، بس نجيب اوتفيت طقم كامل بشنطته بنضارته باكسسواراته بالحاجات دي، ونيجي نفتحه مع بعض ونجربه مع بعض. صراحه حابه الفكره دي قوي، فاختاروا لها اسم عشان نسمي السلسله دي وتكون سلسلتنا الجديده. يلا خلينا نبتدي عشان مش عايزه الفيديو يبقى طويل. هنبتدي اول حاجه بدي، ودي الحاجه الوحيده اللي انا فتحتها في الاوردر كله، وهي باروكه. يا جماعه اما نزلت الفلوج اللي فات وقلت ان انا قصيت شعري وطلبت باروكه، انهالت عليا سيل التعليقات: يا دعاء الباروكه حرام، يعتبر من الوصل، ومش عارفه. يا جماعه دي بتتحط وبتتشال، بتتحط وبتتشال. ده مبدئيا. ثانيا ما فيهاش اي خديعه لحد من حواليا، انا بلبسها لجوزي وهو عارف ان انا لابسه باروكه، عارفين كده، فانا جايباها للبيت ولجوزي، فبصراحه انا عارفه انه عادي، مش عارفه بقى انتوا عارفين ايه. anyway ده شكلها كده. الباروكه دي من الباروكات اللي بتبان طبيعيه قوي. اوكي خليني اوريكم. طبعا انا لبستها لان اصلا كنت عايزه البسها في العيد. تمام. بصوا هي من قدام، خليني كده بس اعدلها عشان مش عارفه اعدلها. من قدام بيبقى فيها زي، استنوا، زي جذور شعر، فما تحطيها على شعرك من قدام ما يبانش خط، يعني بيبان جذور. بس طبعا دي بقى عشان تطلع بروفيشنال وشكلها ولا غلطه بتبقى عايزه بروسيس كتير قوي، ممكن تشوفوها على التيك توك، بس من اهمها اللزق. وانا جربت بلزق الرموش بتاعي وحطيته ولزقتها، طلعت خطيره وحلوه جدا. بس خدي بالك من شعرك، الماتيريال بتاعتها حلوه بس تقيله، يعني دي مشكلتي الوحيده مع انها تقيله، مش هقدر استحملها ان انا اكون لابساها فتره طويله. هي جواها مشابك من جوه عشان تمسكيها في شعرك، فانت اعملي ضفيره 2 3 وتمسكي فيها المشابك دي، وباستك بيتقفل من ورا، وانت بقى بتقصي الطول، لان هي كان بيبقى فيها طول عريض من قدام، انت بتقصيه على قد منابت الشعر بالظبط. فالصراحه كان شكلها خطير ولونها تحفه، وهي شبه لون شعري بالظبط، بالظبط لون شعري كده. فما بطلع مثلا خصله من قدام واحطها بتبان طبيعيه جدا. هي كمان كانت اغلى من كل البواريك اللي موجوده على ابلكيشن شي ان. مش هلبسها كتير انا عارفه، يعني هي مره كل فين وفين، لانها بجد تقيله، يعني وزنها بجد تقيل. بس ات اول شكلها خطير، يعني في اللبس شكلها يجنن. نبتدي اول حاجه بالشوز اللي كنت متحمسه قوي ان انا اشوف شكلها، بس قلت ابدا افتحها معاكم. شكل الشوز كده، وكنت عايزه اجيب الشكل ده لانه بيبقى مريح جدا 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 في اللبس. الجزء اللي بيبقى فوق ده بيبقى قماش، ومن تحت كده اللي هو الفل، ووزنها يا جماعه هوا، كانك حرفيا مش لابسه اي حاجه في رجلك. وده شكلها كده ان ديتيلز، شكلها خطير. اللي بعده ده جينز اسود. كل جينز الاسود اللي عندي مشيتهم كلهم، مش عشان يضيقوا، عشان ستايلهم مش عاجبني. في جينز مش بيبرز عيوب الجسم، وفي جينز بجد بيقول للناس تعالوا اتفرجوا الست ام كرش اهي، عارفين كده. فجبت جينز جديد، يعني اتمنى ان هو ما يخذلنيش. القماشه بتاعته حلوه قوي وانعم من اللي جبتهم المرتين اللي فاتوا. ف تعالوا كده نشوف. اوكي هو جينز اسود عادي وايد ليج زي ما قلت لكم، عشان انا الوايد ليج اكتر جينز بيليق عليا، والمفروض ان هي هاي ويست، فاتمنى انه يطلع حلو. انا جايبه مقاس لارج، مش جايبه حاجات كتير، انا عامله اوتفيت، يعني انا عامله اوتفيت كامل: بنطلون، شيرت، شنطه، جزمه، عارفين كده. فناخد ايه؟ تعالوا نفتح دي. بوكس جوه بوكس جوه شنطه، يعني ليه لا. اعتقد دي نضاره عشان كنت طالبه نضاره، النضاره اللي هي عليها العلامه بتاعت ميو ميو، بما ان كله لابس البراند دي الفتره دي، وبما اننا مش هنجيب ميو ميو نجيبها من على شي ان. يا جماعه خليني اوريكم التفاصيل بتاعتها الاول. بصوا عليها من هنا العلامه بتاعت ميو ميو، وده شكلها كده، اللي هي ولا منها مربعه ولا منها مدوره. فتعالوا كده نحطها. اوه حبيت. انا بلبس النضاره كده، بحطها، ما بحطهاش تحت البندانه عشان بتصدعني وبتقفل لي الجيوب الانفيه هنا، بحطها هنا كده
تحت الطرحه على البندانه. هرد على التليفون بسرعه وارجع لكم. معلش حبايبي كنت برد على محمد. فدي كده شكل النضاره خطيره. واقول لكم على حاجه تضحك جدا، ان انا اما جيت اعمل اوردر تاني من على شي ان رجعت حطيت نفس النضاره تاني، بس رجعت بعد كده قلت دعاء تشيكي الاوردر اللي قبل ده، انا حاسه انا شفت النضاره دي قبل كده. لقيت النضاره هي من الواضح ان انا كل ما بشوف النضاره دي باعجب بيها وباخدها احطها في الباسكت. دي شنطه تمام. الشنطه دي بصوا مؤخرا شي ان بقى عندهم شويه شنط. فاكرين الشنطه اللي احنا جبناها المره اللي فاتت بتاعه لابوبو الغلابه؟ الشنط عندهم بقت واخده ليفل تاني كده، وبقى عندهم شنط براندز وسعرها بيبقى عالي شويه، بس بجد بيبقى شكلهم حلو قوي. الشنطه دي خطفت قلبي خطفت قلبي. فتعالوا بقى نفتحها ونشوفها زي الويب سايت ولا لا، بس هي حجمها صغير مش كبيره. يا جماعه يا خرابي على حلاوتها، كيوت كيوت كيوت. بصوا يا جماعه، بصوا حلاوه الشنطه، حلوه قوي. الستايل ده طالع موضه جدا سبيشال في الصيف ده، وعليها كده العلامه دي. بصوا يا جماعه العسل جاي معاها علقه كده بمفتاح، مش عارفه تتحط فين، ممكن تتحط هنا، استنوا. اوكي تحط كده، شكلها حلو قوي. زي الطويل بتاعها، بس صراحه شكلها كيوت. وشي ان الفتره دي في الشنط يجننوا. بصوا الشنطه قد ايه شكلها قيم وحلو قوي. زي ما قلت لكم انا بعمل اوتفيت، فجبت عليه الشيرت ده او البلوزه دي، او مش عارفه ممكن نسميها ايه، بس شفت ناس كتير قوي بيقولوا عليها انها حلوه وعجبتني قوي شكلها على الموضه. اللي هحط لكم صورتها. اوكي ده شكلها كده. هي كتان، وماتيريال الكتان بتاعها حلو، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، حلو مش رديء، لان بيبقى فيه قماشه بجد بتبقى رديئه، لكن ده الماتيريال بتاعته حلوه. وعجبني قوي الحزمه دي، عشان كده انا عملت له ماتشنج مع الشنطه دي. بصراحه اول ما لقيتهم كده الاثنين جنب بعض حسيتهم هيبقوا حلوين قوي في اللبس مع البنطلون الاسود. فعجبني موت شكل الحزمه دي، كانك لابسه كورسيه وهلبس عليها توب اسود عادي مع البنطلون الاسود، فحاسه هيبقى الاوتفيت شكله يتجنن. نيجي لاخر شنطه، وهي فيها 3 حاجات متفرقه كده، بس مش لبس يعني ميك اب وكده. اول حاجه جبت اللاشز دي. بصوا شكلها عامل ازاي. انا مؤخرا بقيت بحب احط اللاشز اكتر من احط ماسكارا، بس اللاشز دي عجبتني. شايفين لان ملهاش اطار من فوق، يعني الاطار اللي من فوق ترانسبيرنت، فالرموش هتبان طبيعيه جدا. هبقى اجربهم لكم في فيديو، بس صراحه شكلهم حلو قوي. وهي فيها 5 وحدات رموش، والرموش بتاعت شي ان ينفع تستخدميها اكتر من مره. نيجي دي عشان الايباد. انا اما بصور بالكاميرا بيبقى فيه الاس دي كارد ده اللي بنقل من عليه الداتا، فبحطه في دي واحطه في الايباد. بس عارفين وصلة الشحن القديمه بتاعت الايفون اللي هي بيبقى شكلها كده، عارفينها؟ دلوقتي كل الناس تايب سي، ما بقاش في الشكل ده قوي. فما بعمل سيرش على امازون ولا على نون عشان اجيب واحده زي دي تاني، مش لاقيه، وبتاعتي خلاص ابتدت تهنج فلازم اغيرها. فلقيتها على شي ان الحمد لله. بيبقى فيها مدخل هنا للكارد الصغير والكارد الكبير، وهنا فلاش ميموري. بتاعتي فيها مداخل اكتر، بس اكشلي دول اللي انا بحتاجهم. الصغير خالص لكاميرا الفلوجز، والكبير للكاميرا الكبيره اللي انا بصور بيها. اوردر شي ان يعني ميك اب. عندنا 2 برودكتس، والاثنين دول انا ما استخدمتهمش من عند شي جلام، فكنت محتاجه ان انا اجربهم. هنبتدي باول واحد ده، وهو الفاونديشن الجديد بتاع شي جلام اللي هو التنتد فاونديشن. هحط لكم فيديو كده عن شكل بنت وهي بتحطه. الفاونديشن ده ما عملولوش كامبين دعايه وما بعتوش لاي حد، واستغربت جدا لان هم دايما في الفاونديشنز بيهتموا بيها قوي، فما حدش بعت لنا الفاونديشن ده، وهو فيه اس بي اف 20. فكنت اكسايتد جدا ان انا اجربه. اتفتح بقى ما تبقاش رخم. ده شكله كده، المفروض ان هو فاونديشن خفيف وفيه حمايه من الشمس، فشكله كيوت قوي وسوبر اكسايتد ان انا اجربه. هجربه على الانستجرام والتيك توك وسناب شات والحاجات دي كلها. فتعالوا اعملوا لي فولو على الاكونتس دي عشان تشوفوني وانا بجرب الفاونديشن الجديد بتاعهم. نيجي بقى لده، عشان ده اكتر واحد انا كنت متحمسه ان انا اجربه، بس انا مش عارفه يا جماعه يعني مقفلين الحاجه اوفر ليه كده. اوكي البلاش الجديد بتاع شي جلام ده شكل الباكجينج بتاعه كده، وهو الباكجينج بتاع البلاش ده شبه بتاع بيكسي هم اول ناس عملوا بلاش بالشكل ده، ان انت تحطيه. كان الاول برونزر وبعد كده عملوا بلاش، بس ده سميك عن بتاع بيكسي. بتاع بيكسي نص السمك بتاع ده شكل الباكجينج كده، والمفروض ان احنا بنفتحه كده. وبتاع بيكسي انت بتلفي من تحت،
كده. ده انت بتلفي من هنا تقريبا، استنوا، ايوه بيطلعوا، شايفين؟ اوكي، في منه تقريبا 4 درجات، وده المفروض ان انت بتابلاي كده على بشرتك. ده برضو هنجربه على كل السوشيال ميديا بتاعتي، هتلاقوني حاطاها لكم على الشاشه، تعالوا عشان تشوفوني وانا بجرب الحاجات دي. وبس كده، دي الحاجات اللي انا جبتها من على شي ان. اكيد الاوتفيت انتوا شفتوني وانا لابساه شكله عامل ازاي، صراحه مش عارفه هيطلع حلو ولا مش حلو، ادينا بنجرب مع بعضينا. واستنوا الاوتفيت اللي جاي من فيديو مشتريات شي ان تاني، ان انا عملت اوردر باوتفيت جديد. طبعا في بنات كتيره تسالني تطلبي حاجات شي ان ازاي، ومش اعلان ولا اي حاجه. في بنوته على الانستجرام هحط لكم صفحتها اسمها كوكيتا تقريبا، وهي اسمها اسراء. هحط لكم صفحتها تحت على الانستجرام، تقدروا تطلبوا من عندها شي ان. التعامل معاها سهل جدا، الحاجه بتيجي بسرعه، اسعارها ارخص من اي حد موجود على الانستجرام، ومش اعلان والله، انا بدفع ثمن كل الحاجات دي وانا بشتريها لداير مليم. وبس كده حبايب قلبي، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.